السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في قناة فصل فلوق، ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. وشكرا بزاف للناس اللي كيدعمونا، وشكرا بزاف للناس اللي كيحفزونا اكثر. لهذا الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسوش خوتي تدعمونا باشتراك باش تزيدوا تحفزونا اكثر واكثر. كيف ما وعدتكم خوتي بسبب الحجر الصحي وفي سبب هاد الأزمة اللي كندوز، وغادي نستغلوا الوقت وغادي نعاود لكم قصة الحياة ديالي ومشاكل اللي دوزت والظروف ديالي سواء في المغرب أو برا ديال المغرب. لهذا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وكنتمنى تستافدوا من الأخطاء ديالي وما تعاودوش تكرروها، وكنتمنى تستافدوا من التجارب ديالي حتى هما الناجحة والخاطئة، على حسب الوضعية. لهذا على بركة الله غادي نبداو. بصفتي كولد شاب، كولد الشعب تزاديت في ظروف او في وسط نقولوا لا بأس به، ما عندناش وما خصناش الحمد لله. وكأي شاب كي باغي يستافد وباغي يبني مستقبله وباغي يدير شي حاجة في حياته، ما باغيش يضيع الوقت وباغي يستغل اي ثانية او اي دقيقة تحطات قدامه. خوتي الفكرة ديال الغربة ترسخت ليا في الدماغ ديالي ملي كنت بازال صغير، ملي كان عمري تقريبا 14 سنة. والغربة مرسخة ليا في الدماغ، وديما ديما كنفكر فيها، واخا هاد السر ما عرفو حتى واحد من غيري انا. كنقول علاش حتى انا ما نخرجش، وحتى انا ما نخرجش من البلاد وما نديرش مستقبلي ونبني مستقبلي بعيد، ونحاول نعول على راسي ونحاول نهز راسي براسي. حيت انا فيا واحد الطبيعه ما كنقدش نقول لبنادم اعطيني او لا شي حاجه. والديا حتى هما واخا ما وفروا ليا كل شيء، ولكن ما كنقدش نقول لهم اعطيوني ولا شي حاجه، حيت الله اعلم، كل واحد والظروف ديالي وديالو، والله يحسن الاوان. لهذا انا الطبع ديالي والشكل ديالي هكا داير. قلت حتى انا علاش ما نخرج. هي هذيك، بدات ديك الفكره كتراودني بزاف، وصافي تدريجيا حتى وصلت لافاك، قريت عامين في الجامعه. صافي في داك السيستيم ديال الجامعه والروينه في الجامعه، النظام ما كاين حتى حاجه. قلت مع راسي صافي غادي نبدا، غادي نبدا نطبق الفكرة ديالي بأي طريقة. لهذا الفكرة ديالي بدات غادي تطبق، غادي صافي ما عندي حتى شي حل آخر من غير غادي نحاول نحقق الحلم ديالي بأي طريقة. بدات في 2018 شهر جوج، كيتصادف مع كأس العالم وغادي تقام في صيف ديال 2018. وقلت مع راسي نمشي لروسيا، منها نتفرج في المنتخب، ومنها نشوف الأوضاع كيفاش دايرة، وهي كذلك. من بعد تعرفت على واحد الصديق في تازا. تحية للناس ديال تازا، جمال إذا كان كيتفرج فيا. بدينا أنا وياه كنهضرو وكنديرو حلول وسميتو شحال من حاجة. من بعد دخلت للسيت ديال الفيفا، شريت تقريبا شي 4 تذاكر ديال المباراة ديال المغرب. تقامت عليا القضية تقريبا 4000 درهم هكاك. شريتهم من بعد. كانت كونيكتا انا وجمال ومعايا، و- ومعايا واحد الجروب ديال المشجعين ديال المنتخب المغربي ديال روسيا. من بعد ما شريت دوك التذاكر، صيفطات ليا الفيفا في الايميل الكونفيرماسيون ديال التيكيت. صيفطات لي 4 ديال لي كونفورماسيون ديال التيكيت، ومع اننا انا وجمال في داك الجروب ديال المشجعين المغاربه في روسيا. شفنا بزاف ديال الناس كيدخلوا كيقولوا لينا، كيكتبوا في الجروب كيقولوا واش ما شي واحد عنده الكونفيرماسيون ديال البيي، شي واحد عنده الكود ديال البيي يدفع لينا فانا يدفع لينا فيزا. وحنا ما بغيناش، ما بغيناش البي، ما بغيناش التيكيت ديال المباراة، حيت ما بغيناش نحضروا، حيت الأكثرية اللي في داك الجروب
ما غاديينش على اساس باش يتفرجوا في المنتخب المغربي، وانما غادي على اساس باش يدبروا على ريوسهم، يدوزوا من روسيا للنرويج او لا يدوزوا لدوك البلدان الاوروبيه. لهذا ناض بنادم بزاف يعني كيصايب داك فان اي دي، كيدفع لبنادم على حساب التيكيت ديالو، على حساب يعني على حساب الكونفيرماسيون ديال البيي ديالو. ناض جمال قال لي واش عندك نتايا الكونفيرماسيون ديال البيي، واش عندك التيكيت؟ قلت له قال لي ايوا دفع لبنادم دبر على راسك. قلت له صافي هي هذيك. بداو كيصيفطوا لي الناس، هي هذيك بداو كيصيفطوا لي الناس في البريفي وكيصيفطوا لي، وجمال تا هو معاوني الله يجازيه بخير صيفط لي الناس. وبدينا يعني كندفعوا للناس في السيت ديال فان اي دي، فيزا تأشيرة للدخول للأراضي الروسية. بدينا كندفعوا لبنادم وكنعطيهم كونفيرماسيون ديال البيي، بحكم انهم ما باغينش يعني يشريو التيكي وما باغينش يحضروا المباراة. لذلك بنادم كيقول لي انت عندك البي وانت عندك التيكيت، دفع لينا معاك، احنا ما بغيناش باش نشريو البي ونزيدو نضيعو فلوس ونتسناو التيكيت انت غتجي وروينا الكحله. حنا بغينا غير باش نوصلو لروسيا نتحطو في روسيا. صافي هي هذيك. وبنادم بقى كيصيفط ليه الفلوس، كل واحد وشنو صفات، كاين لي صفات يعني على حساب حيت بنادم دايرين في الجروب يعني كيصايبوا فانا ايدي ب1000 درهم. وانا بحكم اني ما كنطلب منهم لا فلوس لا والو، بداو كيصيفطوا لي الناس قالوا لك لا انت درتي معنا بليزير، انت درتي معنا هكا، ما كاينش اللي يدير معنا هكا. صافي بدا كل واحد يعني ملي كيتاكد بلي راه بصح دفعات الفيزا، بدا كيصيفط ليا كل واحد، ها اللي صيفط 1000 درهم، ها اللي صيفط 500 درهم، ها كل واحد شنو صيفط. وهاد واللي بغى الكونفيرماسيون ديال البي. المهم تقريبا، المهم جمعت شي بركة. وهادشي كل اللي درت، هادشي كامل من طقطقت السلام عليكم، ما ساق ليه حتى واحد الخبار، وما عارف حتى واحد نهائيا، لا مريض الدار لا الاقارب ديالي لا حتى واحد. الوالده ديالي والوالد اللي قراب ليا اكثر وما عارفينش هاد القضيه هادي، الله يسمح لينا من الوالدين، الله يسمح لينا منهم. حتى لواحد النهار حيت بديت كنخرج وندخل نمشي لويسترنيون نجي ندخل نخرج ندخل. قالت لي الخوادريه ديالي، قالت لي اجي انت مبقيتيش عاجبني، غا داخل خارج غادي لويسترن جاي غادي جاي. قالت لي شنو كاين؟ قلت لها شنو كاين شنو كاين شنو كاين، قلتها لي نيشان. وتا هي يعني خلات السر خلات السر العظيم. بالنسبة للتفاصيل ديال هاد القصة هادو، راه مازال القصة هادي راه مازال ما عرفها حتى واحد، راه أول مرة يعني كنتلقاها مباشرة، أو لا أول مرة كنصرح بها. حيت واخا كنصرح بها، ولكن الأقارب ديالي الوالدة والوالدة ولا الأخت ولا الإخوان ديالي ما كنجيش بود، ما كان أنا هكا داير سبحان الله العظيم. حيت بزاف ديال الناس كيقولوا ياسين راه انت عندك شخصية غامضة، انت ما كتقولش، انت كتخلي ديما داكشي لداخل ديالك. ها انا جاي باش نتحدى الغموض ديالي وباش تعرفوا كل شيء يا خوتي. المهم ما عليناش. من بعد جمعت شوية د البركة، يعني شي بركة لا بأس بها. آه شي بركة اللي تقدر تساعدني، حيت ما صراحة الله، حيت ما قديتش نقول لوالدي يعطيوني او لا نقول الاقارب ديالي يعطيوني، ما قديتش نهائيا. لهذا جمعت شوية د البركة، خرجت ليا الفيزا، خرجت ليا الفان اي دي. غادي نحط لكم التصويره ديالها، باقا عندي واحد التصويره تصورتها في المطار ديال البرتغال. وباقا عندي في الجيميل، انا نخليها لكم في اخر ديال الفيديو. هي هذيك اخوتي. مشيت للرباط، مشيت ركبت ركبت الكار من المحطة ديال المسيرة ديال أكادير. وصلت مع 6 ديال الصباح للرباط. من بعد تحطيت في الرباط، ما عرفتش فين غنمشي، واش هنا ولا هنا، بحكم انني اول مره نمشي للرباط. خرجت من المحطه، مشيت خرجت
سولت واحد السيد قلت له فين جات القنصلية ديال روسيا. ما تسوقش ليا نهائيا حتى هي الناس ديال الرباط. مشيت سولت واحد اخر قلت له فين، واني ما يقولوش ليك الناس ديال الرباط، ما يقولوش ليك هنا بلاصه، ما يقولوش ليك البلاصه بالضبط. تحياتي الناس ديال الرباط، ماشي كلشي طبعا. مشيت هي هذيك، شديت الطاكسي، مشيت تحطيت في القنصليه. دخلت نيشان، قضيت الغرض. تسنيت تما تقريبا شنقول لكم شي ساعة. من بعد قضيت الغرض وانا نرجع ديميتور في البلاصة. رجعت شديت لاكار، رجعت لأكادير. تحطيت مع تحطيت مع ديك 12 تحطيت مع ديك 12 ديال الليل يمكن. تحطيت جيت دخلت للدار. الغد ليه مباشرة مشيت حجزت في الطيران، في الطيارة لروسيا. قبل ما نحجز في الطيارة ديال روسيا، كان واحد الحوار اللي ما كيساليش بيني وبين داك الصديق ديالي من تازا، السي جمال. تحياتي ليه، هو دابا في لشبونة. تحياتي ليك السي جمال. كنحاول نستفسرو، كنحاول نبحثو شحال من حاجة. درنا على حساب الخطوط الرخيصة وعلى حساب يعني الإسكال، حيت ما كاينش شي خط ديريكت، ما كاينش شي خط دي مباشر لموسكو. كنا كنبحثوا هادي اير فرونس واش كدير اسكال، واش يخليوك دوز واش ما يخليوكش دوز. ديك ايبيريا واش يخليوك دوز ولا ما يخليوكش دوز. بقينا مشوشين. قلت لي قطع انت الاول او لا نقطع انا الاول، ما يخسر حتى واحد فينا. من بعد مشيت قطعت البي ديالي عند واحد من لاجونس تمايا في اكادير. ومعايا واحد جوج دراري من اكادير، سي صالح تحياتي. آه، مشي حيت انا اللي كنت دفعت ليهم حتى هما. صافي مشاو حتى هما، جابوا المسائل ديالهم وجاو الغد ليه. جاو المسائل ديالهم من الرباط. الغد ليه جاو عندي لاكادير. مشينا قطعنا في البلاصة نفس الخطوط. وهنا فين غتبدا المغامرة ديال بصاح، وهنا فين غيبداو المشاكل، وهنا فين غيبداو التحديات والروينة وشحال من حاجة. قصة واش من القصة هادي، فين ما تفكرها كنبدا اخليها على الله وصافي. المهم خوتي، بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو هذا، ان شاء الله الفيديو الجاي تبعوا معنا هاد القصة هادي. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك ديالكم، ما تنسوش تحفزونا. وما راه باش يعني ملي كتزيدوا تحفزونا، ولا ملي ما كتزيدوا ديروا اشتراك، ولا ملي كتزيدوا تزيدوا ديروا لايك اولا تبارطاجيو الفيديو، راه كتزيدوا تحفزونا اكثر. وكتزيدوا يعني داك الخوف اللي في الداخل ديالنا كيمشيو، يعني بحال كتعاونونا باش نعاودو لكم اكثر وباكثر واقعية.